في الفيديو ده سألت الناس عن سؤال حساس جدا جدا. في الفيديو ده سألت الناس عن جريمة بتحصل في مجتمعنا الناس بترفض تتكلم فيها. يا باغتني لا 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 يا ابوه ما اتكلم عن حاجه زي دي. سألتهم عن عادة اجتماعية مضرة لكن ما في زول قادر يتكلم عنها. ساتر والله يا اخي يعني ما عارف اقول لك شيء، سؤال محرج. سألت الناس عن سؤال محرج للبعض وكثير من الناس شايفين انه حتى حرام اني اسأل. كل ما يتكلم مع زول مسيم في الموضوع ده بيرفض حتى انه يكمل معاي الكلام، وقليل بس رضى انه يكمل معاي في الموضوع ده. يا اخي ده سؤال صعب شديد. في الفيديو ده سألت الناس عن ختان الإناث، والحارض عليكم هسه بعض آراء الشباب بخصوص الموضوع ده. دقيقة، ختان الإناث ليه فاجأتني بالسؤال؟ بتذكر في فيديو قديم كان بيقول له عادات وتقاليد. هي عادات وتقاليد، لكن عادات وتقاليد سيئة. يعني في حاجات في عادات وتقاليد احنا ممكن نكون حاجة كويسة ونمشي على اتجاهها ونكون يعني مؤمنين بها وبنعمل فيها نفس الشيء زي لبس الثوب وزي لبس الجلابية، الحياة اللطيفة اللي هي ممكن الزول يكون مواصل فيها. في حاجات بيكونوا اخترعوها في فترة وما كان في ضوء عليها، ما كان في نقاش، ما كان في ناس قادرة تحامي ليها، ما كان في ناس قادرة تتكلم عنها. لكن في وقتنا الحالي ده أنا ضد إنه فكرة دي الناس لازم تتكلم عن الحاجة دي، لأنه يعني هي ما إيشو، هي بيج إيشو. هو عادة سيئة كانت بسبب الجهل، مفروض تنتهي عشان نحافظ على صحة المرأة، لأنه كانت عادات وتقاليد قديمة. للأسف في عادات وتقاليد كويسة، لكن في عادات وتقاليد مفروض تنتهي. يعني هي ما تولدت بسبب إنها حاجة كويسة، تولدت بسبب إنها حاجة الناس ما فاهمين عنها شيء، فهي مفروض تنتهي حقيقي. رأيك شنو عن ختان الإناث؟ ساتر، ختان الناس مرة واحدة؟ والله يا أخي يعني ما عارف أقول لك شيء، سؤال محرج شوية. فاجأتني. لكن يعني الحاجة دي أنا ما حقدر أفترق فيها لأنه فكرتي عنها ما كثيرة شديد. بس الحاجة اللي أعرفها إنه في طريقة صحيحة للحاجة دي وفي طريقة ما صحيحة للموضوع ده. تمام؟ في حاجة في الدين وفي الشرع يعني بذكر إنه الختان السني وما كده. في الجزء الثاني الختان الفرعوني والانخفاض الفرعوني. يعني من خلال اطلاعي على الموضوعين لقيت إنه الحاجة اللي ممكن تكون قريبة للسنة وحاجة قريبة للدين الإسلامي هي دي الحاجة الصحية أكتر والحاجة البروبر أكتر. أما الحاجة الثانية دي فدي غير الأذى وغير إنه تكون يعني في أرواح بتتفقد بسببها. يعني يمكن تكون دي أكتر حاجة مدمرة، ممكن تكون أكتر حاجة سيئة في أو كعادة، دي أسوأ عادة ممكن تحصل لأنثى أو تحصل لزوجة أو لبنت أو لأم في الحياة. ختان الإناث هو عادة قديمة، إحنا المفروض إنه نخليها، واللي هو طبعا فيها توعية كثيرة في آخر فترة إنه الناس تتخلى عن الحياة دي. هي بالنسبة لناس إنها وصمة عار، إنه إذا المرأة مثلا ما ختنوها أو البنت وهي حاجة بسبب أمراض كثيرة. بتمنى إنه بس الناس تبطل إنه تعمل الحياة. فأنا بالنسبة لي ما حاجة مفروض إنه الناس تعملها لأسباب صحية. يعني من ناحية أسباب دينية أنا صراحة ما أعرف رأيي الديني فما حتكلم فيه، لكن أنا شخصيا رافضة الموضوع ده ليا ولبنات. طيب هل عارفة بالمادة 141 اللي بتجرم ختان الإناث؟ لا ما حصل، لكن احتمال هي دي حاجة جديدة. لا والله للأسف ما عندي معلومة عن الموضوع. لا ما حصل، مرة سمعتها. أول مرة أسمع عن الحاجة دي، معلومة جديدة خالص. هل عارف إنه في مادة اسمها المادة 141 بتجرم ختان الإناث؟ سمعتها قبل كده؟ والله يا اخي ما يعني في السودان ما سمعتها، ما حصل سمعتها. هل ممكن تبلغ عن حالة في محيطك؟ الموضوع ده خطير للدرجة دي؟ الموضوع ده خطير لدرجة إنه أنا أبلغ. أنا أصلا ما عارف إنه في قانون عشان أبلغ، فده أول مرة أعرف إنه في قانون بالحاجة بالطريقة دي. لو عرفت بوجود المادة دي هل أنت مستعد تبلغ عن حالة قدامك في محيطك؟ برضه ما مستعد. أنا ما انترست نهائي أكون قريب من المواضيع. ليه؟ القيود المجتمعية الثقافية كثيرة شيء، لأني أنا كراجل أخش في المواضيع دي ما أحب أشوف. يعني أنا ممكن أبلغ فيها وتتسجن مثلا، لكن هل حبلغ بعد ما هي عملت الختان ولا قبل؟ إذا بعد فما حيكون في فايدة. إذا قبل هي عادي ممكن تمشي من الحتة اللي فيها الناس اللي حتبلغ وتمشي في حتة تانية تعمل الحاجة دي. يعني أنا ما حاسة إنه دي حل المشكلة. والله صعب، ما اعتقد بالذات يعني لو كان في المحيط بتاعنا، لانه ممكن يكون يعني من اهالي زي ما قلت لك، وقلت لك ان الحاجه دي يعني في العرف يعني اكثر من انها، لكن الواحد ممكن يقعد يتكلم
يوعي الناس ما أعرف شنو كده، لكن كوني أنا أبلغ صعب. الحاجه دي اذا فيها فقدان لارواح فيها ضرر كبير، انا مستعد يعني انه الحاجه دي ابلغ عنها. اكيد لو كنت عارفه انه في، او ما عارفه صراحه، يعني احتمال المجتمع شويه بيخلينا مكبوتين، يعني ما بخلينا نعبر عن الحاجه دي، ما بخلينا نبلغ. يعني لو حاجه بالذات لو ناس قريبين لنا مثلا، فما حنقدر نبلغ او نتخذ اجراء في الحاجه. دي كانت بعض من آراء الشباب في الموضوع ده، فعاوزك توريني في التعليقات بعد ما عرفت عزيز المشاهد انه في قانون لتجريم ختان الاناث في السودان، هل ممكن تبلغ عن زول بيمارس العادة السيئة دي؟ وشنو رأيك عن ختان الاناث؟ وهل بتوافق مع الآراء اللي اتقالت دي ولا لا؟ انا مازن الفحل واشوفكم الفيديو الجاي.